خلوني اروح لخبرين سريعين جدا، وهو الذهب. مش هقول الذهب غلي ولا رخص، مش ده موضوعي. احنا عاملين ازمه ليه على الذهب؟ ماسكين ليه في الذهب؟ ما يغلى ما يرخص، انا مالي؟ انا مش بتكلم من ناحيه اقتصاديه ولا سياسيه، لا، انا بتكلم عليا انا كمواطنه مصريه عاديه، كريستينا، جمال، حسن، ابراهيم، علي، سيد. انت مالك؟ ما تشتريهوش يا عم. هل الذهب ده يعني لو انت ما اشتريتوش هتموت من الجوع؟ هل هو يعني قمح؟ هل هو رز؟ رغيف عيش هو؟ ما تشتريهوش، مش عايزينه، خلاص نستنى لما ينزل ان شاء الله، مع انه نزل. مش هو ده اللي معيشنا يعني. هو واجهه اجتماعيه، هو ثقافه اجتماعيه، زي الصالون كده وزي النيش، لا اكتر ولا اقل. فاحنا بقينا بنقيس فكره انه انا هرتبط براجل محترم هيجيب لي شبكه قد ايه ذهب. ومع ذلك في عائلات بتعتبر الذهب ده درجه تانية، هي ما بتلبسش ذهب، هي يا بتلبس الماظ يا بتلبس سوليتير، فهي بالنسبه لها الذهب ده ياي ما بتلبسوش. فلو احنا كلنا بقى كده حطينا ايدينا في ايد بعض، السلعه الغاليه مش عايزينها ما نشتريهاش، ما تخصناش، وبدانا نروح نجيب شبكه فضه، والفضه جميله وسعرها كويس وزي الفل، الدنيا هتمشي. ومش هيبقى فيه بقى معايره، اللي انا جبت فضه وبنت خالتي جابت ذهب ولا بتاع، كلنا هنجيب فضه. والله العظيم كمان 20 سنه هنلاقي سعر الفضه ارتفع وبقى نفس ثمن الذهب او اغلى، لانه في الاول وفي الاخر اي منتج او اي سلعه مرتبطه بفكره العرض والطلب. موضوع ببساطه ان الذهب مش مهم قوي كده في حياتنا، مش مهم قوي كده في حياتنا عشان تفضل حياتنا مرتبطه بيه، علي نزل عمل سوى مش عارفه ايه. في الاول وفي الاخر احنا هنقول برضو ان سعر الذهب ان شاء الله بدا ينزل وهينزل، وده لان ما بقاش في شراء او ما بقاش في اقبال على شراء الذهب، وده اللي احنا عايزينه. الفتره اللي فاتت كان سعر الذهب مرتفع ليه؟ عشان الناس رايحه تشتري. ده غالي، رايحين يشتروا عشان يخزنوا، عشان هيغلى اكتر. وانا يعني من خبرتي كده البسيطه، انا عمري ما شفت الذهب غلي وغلي، بيغلى وينزل ويغلى وينزل وهكذا. فالذهب مش مهم، غالي ما نجيبهوش ما نشتريهوش. والله اللي عايزه تتجوزك تتجوزك على كده، انت لو شاريه الراجل ده بتشتريه لا ذهب ولا فضه ولا كلام فاضي. والله انا ما شفت واحده معاها شبكتها لحد دلوقتي. 3/4 بنات مصر بتبيع شبكتها قبل فرحها. احنا بنجيبه بس عشان الناس ما تقولش علينا، وقبل الفرح بنبيعه عشان نكمل بقيه الشقه. فخلاص بقى بلاها، ملوش لازمه يعني. كل اللي بيحصل بس ان احنا بنخلي ناس تلوي دراعنا، تمسكنا من ايدنا. انتوا عايزين لازم، طب اهو هنغلي، وانت لازم يا روحي تروح تجيب، ولازم يا حبيبتي تجيبي عشان ما حدش يقول عليكي حاجه. الذهب مش سلعه اساسيه، بلاش نصوت عليها. تاني بكرر الكلام ده، مش بتكلمه من ناحيه اقتصاديه، انا بتكلم من ناحيتي انا كمواطنه. ومحدش يقول لي ما انت مش حاسه، لا حاسه، لا حاسه، كلنا حاسين باللي بيحصل، وحاسين لما الدهب بيرتفع ايه اللي بيحصل. بس هو سلعه مش مهمه.